السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وافضل حال ان شاء الله يا رب. النهارده هنعمل مع بعض العيش الشمسي الخبيث. انا دلوقتي الساعة تقريبا 10 بالليل، فهننقع العجر. اللي هو ايه العجر ده؟ خلود. هنقول لكم العجر ده بيبقى فاضل في العجانية بعد الخبيث كده، بنفركه كده وبيبقى ايه، بنخليه بيقعد من صلاحيته من 7 ايام ل10 ايام في التلاجة. ده يبقى اساس معنا زي الخميرة كده. وهنحط برضو خميرة كبيرة مش خميرة فورية. ده اساس العيش الشمسي. ده العقر ده بيديك الطعم اللي هو بتاع العيش الشمسي، لكن لو خبزتيه بالخميره الفوريه استحاله تاخدي الطعم الاصلي بتاع العيش الشمسي. فص الثوم اللي حطيناه في الاول ده ليه؟ فص الثوم ده بيقضي على البكتيريا بتاعه الضاره اللي في الخميره، بيسيب البكتيريا النافعه، ويخلي العيش يقعد معاكي اكتر واطول فتره من غير ما يبوظ معاكي. تمام. حطيت له شويه ميه دافيه، هنسيبه كده يدوب مع بعضه. بعد شويه كده رحت عملت العصيده اللي هي ميه سخنه، ميه بتغلي وشويه دقيق، وتقعدي كده تعصدي فيهم كده. تمام. العصيدة دي فايدتها في العيش، العصيدة دي بتخلي معاك العيش طري ومش ناشف، وبيقعد في نفس الوقت برضو أطول فترة ممكنة. العيش معاك طري كده وفريش. زي ما شايفة كده تقعدي تعصدي في العصيدة كويس. أهم حاجة تكون معاكي ناعمة، ما تكونش معاكي كده خشنة، عشان هتبان في العيش في الآخر. أهم حاجة تكون ناعمة كده تطلع مظبوط. تعصدي العصيدة بتاعتك كويس. بعد كده هنسيبها تبرد شوية. تكون من بردت شوية كده، تكون ايه العجر بتاعنا كده داب في المية وتمام. هناخده هنصفيه، وهنجيب الدقيق وهنحط عليه، وهنعجن الخميرة دي. انا دلوقتي بالليل تقريبا الساعة 11 12 زي كده. هادي الدقيق وحطيت عليه فوق العصيدة. في ناس بتعصد الصبح، يعني تكون صحيت الصبح كده تعصد في الاول، لكن انا بحب ان نحط العصيدة كده ايه في الخميرة، بتبقى احسن معايا. كده صفيت التوم من العجر اللي احنا منقعينه في مية، وهو الخميرة. خلي بالكم، في ناس هنا بتحب تحط سكر في الخميرة. انا ما كانش يعني كنت حابة نحط سكر فيها، فاستكفيت بالخميرة بس. تعجني الخميرة بتاعتك كويس، هتسيبيها من بالليل لحد الصبح تخمر معاكي. لحد الساعة كام الصبح بالظبط؟ يعني لحد الساعة 6 الصبح، من الساعة 12 لحد الساعة 6 الصبح. لايك وشير وسبسكرايب للقناة، وما تنسيش تفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. بس تخبطيها كده تعمل معاكي عرق وتطلع مظبوطة. اهو غطيت عليها وكده سبتها لحد الصبح. كده صحينا الصبح بدري كده الساعة 6. ايه اللي حطيتيه في المية ده الاول؟ ده حاجة هنا عندنا اسمها لمسة. اللمسة دي بتعمل ايه؟ دي بتخلي العيش معاك عالي كده وما بيهبطش. اسمها ايه؟ والله ما نعرف اسمها ايه الصراحة، هي اسمها لمسة. طب بتحطيها ليه؟ والله هذا ما وجدنا عليها اباؤنا يا جماعة. دي حاجة يعني طلعت لقيتها كده بتتعمل. بس الصراحة نعرف فايدتها. ممكن نحط ايه بديل ليها؟ البديل ليها ممكن تحطي بيكنج باودر او كربوناتو، ربع معلقة صغيرة كربوناتو او نص معلقة بيكنج باودر. ده ممكن يكون بديل ليها، بس هي ايه بالظبط المكون بتاعها الصراحة ما نعرفش. بتاخدي العجين كده من تحت لفوق من تحت لفوق. خدي بالك معايا في العجين. انا كده المية حسيتها زادت مني شوية. المفروض العجين الاول يبقى اتخن من كده. انا خبزة هنا كمية قليلة، لان احنا بنحب العيش دايما يكون فريش، مش بنحب يقعد كتير في التلاجة. العجين بصي من تحت لفوق، وتملكي كويس في العجين بتاعك. كل ده تقريبا يعني كان الساعة 6 وربع، 6 ونص الصبح. هركزي في العجين كده كويس. وصلوا سلام على سيدنا محمد. ودايما لما نمسك العيش او العجين ده لازم نسمي بالله ونستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ونسمي الله ونبتدي بالعجين.
لازم الحاجة دي عشان بتكون فيها بركة، والعيش ده بالذات. زدت شوية مية وتفضل تزيدي شوية مية وتعجني تاني، تزيدي شوية مية وتعجني تاني لحد لما تبقى العجينة معاكي واصلة للقوام المظبوط. اهو من تحت لفوق، من تحت لفوق، ودايما تاخدي اللي تحت العجين في النص ده كده بيبقى فيه قاعد كتل دقيق. لا احنا نعجن كويس ونخلي العيش بتاعنا كده تمام. اهم حاجة في العيش الشمسي انك تعجنيه. هتقولوا ايه اللي يرمين على التعب؟ هقول لكم هو العيش الشمسي الصراحة من جمال الواحد يستاهل التعب. بس يعني انا مش حابة عجان ولا كده، أنا مش هنحس بالعجين الا انا زي عجنت بيدي. طلعنا فوق البيت كده الصبح كده عند الشمس، نقطع العيش بس ازاي اهو. تاخدي حتة من العيش كده بايدك، تنزلي بيها في الدقيق، تنفضي منها الدقيق كويس وتحطيها كده على المقرصة بتاعتنا. المقرصة دي انا حاطه لها ردة اهو. بصي خدي بالك كده اهو، ادي رغيف التاني. بس شفت القطعة ازاي؟ زي ما بعمل كده تعملي. ونقطع تاني. تنفض الدقيق كويس، اهم حاجة تنفض الدقيق كويس عشان العيش وشه ما بقاش معاكي نجير كده. من بعد كده ندب العيش. معلش كده على منظر ايدي، ما هو انا مش هينفع نغسل ايدي ونرجع للعيش، لان العيش ممكن في ساعتها دي وشه ينشف، فاحنا مش عايزين وش العيش ينشف، يكون معانا ناعم وفي نفس الوقت يكون طري وملحقش ينشف، عشان يتدب معاكي كده ووشه ما بقاش ناشف ومشقق كده. بصي خدي بالك من العجينه وشها ازاي ناعم مش مشقق. اهم حاجه تلحق العيش بسرعه، لان لو شقق شكلها هيبقى مش حلو خالص. بطن ايدك كده من جوه لبره، من جوه لبره. اهم حاجه بالظبط هيكون يعني السمك بتاعك قد ايه؟ هيكون تقريبا اتنين لا 2.5 سنتي السمك بتاع العيش. ما تزوديش دب في العيش كده عشان ما بقاش رهيف ويطلع معاكي واطي. الرغيف ده مش عالي، لا احنا كده تقريبا 2.5 سنتي. دبيه زي كده بس هيطلع معاك الرغيف عالي ان شاء الله ومظبوط. لايك يا جماعة للعيش الحلو بتاعنا ده، متنسوش تدعموني في القناة، واللي حابين اي وصفة نعملها لكم تقدروا تكتبوها لي في التعليقات، وانا ان شاء الله في اقرب وقت هنعملها لكم. بس ده العيش الصغير بتاع الاولاد، دي رغيف صغنون ازاي. واحد لمريم وواحد لحمزة وواحد لعبد الله. هو ده اللي قلت لكم عليه، ده العقر. بنفرك العجينية كده بشوية دقيق، بيطلع معانا ده بنستخدمه للخبزة الجاية كخميرة وكمحسن للخبز، بيخلي وقته طويل وبيبقى طعمه جميل وما بيقعدش معاك. دي الفرن بتاعتنا اللي احنا هنخبز فيها. بعد ما العيش وشه ينشف كده تعملي بايدك كده تشوفي الوش نشف معاكي، تقلبيه. نزل طبعا عملت فطار، خدت بالكم البيض ده، البيض بالطريقه دي ما يعرفوش الا العظماء. خلي بالكم شويه بيض كده من الاخر، شويه شاي بالنعناع. ما انا لازم اروق على نفسي عشان نعرف نقعد قبال العيش اليوم كله، لان العيش وقته بيطول. بصي كده العيش وشه نشف وعدلته تاني. هتتجرح العيش، هتجيبي دبوس عندك يكون مخصوص للعيش وهنجرحه كده. بصي انا مكبره القرون بتاعت العيش، انا بحبها كده، في ناس بتحبها اصغر، كل واحد وذوقه. جرح العيش كده تمام. بس ايه بعد ما تعدلي العيش تستنى عليه وشه ينشف كده، لانك لو جرحتيه على طول مش هينفع معاكي، هيتقطع كده ومش هيبقى احسن حاجه. بص كده الدبوس ماشي في العيش زي السكينه في الحلاوه. لو انت استعجلتي وجرحتي قبل كده هيبوظ معاكي، مش هيطلع تمام، فانت تستنى الوش ينشف تاني.
ده اللي كان على الرغيف ده من المقرصة نفسها شوية اسمه إيه؟ ورق بتاع المقرص دي بنعملها من الورق احنا. ادي العيش الصغير، احنا هنا بنسميه حنون. كل واحد 3، في ناس بتعمل 4 لكن احنا بنحب ال3. في ناس بتعمل كده مدور من غير القرون دي، بس كده اهو. هتقلب العيش ازاي؟ تجيب واحدة كده مقرصة تاني تكون فاضية، تحطيها فوق الرغيف وتقلب بعده اهو. بعد تقريبا ربع ساعة من انا جرحت، كل تقليبة من التانية فرقها ربع ساعة لتلت ساعة. الله يكفينا يا جماعة العيش الحلو بتاعنا ده. بس كده دخلت تقليب وتسيبيه يخمر زي ما قلنا، كل فرق من قليبة من التانية تقريبا من ربع ساعة لتلت ساعة. وخلي بالكوا دايما تظبطوا الوقت عشان ما يبقاش العيش يطلع معاك مظبوط زي من فوق زي ما من تحت. في طريقة تانية للعيش برضو الشمسي هنعملها مع بعض ان شاء الله، اللي هو بيبقى عيش مدور كده. بس نزلت تحت البيت كده وشغلت الغسالة غسيل، وفي شوية مواعين في الحوض كده انا غسلهم. ما طبعا مش هنقعد كده قبل العيش وخلاص، لا لازم نعمل اي حاجة في البيت. نغسل المواعين، نغسل الهدوم، نروق البيت كده، يطلع ان شاء الله كل حاجة معاك تمام. فانت اي وقت فاضي ومعاك حاجة تكون عايزة تتعمل، لا اعمليها، ما تقعدي شيء، كلها تقضي مع بعض وكده ترتاحي، تبقي اليوم كده مرتاحة. مش هتبقى شايلة هم حاجة، شايلة مواعين ولا هدوم ولا مثلا ولا اكل ولا حاجة، لا هتبقي كده مرتاحة قاعدة انك انت مخلصة شغلك بدري كده ومش تعملي حاجة. لا حاولي يكوني كله مع بعضه. انا بصراحه كنت برا بالليل، انا كنت يعني موجوده في البيت فكنت غسلت المواعين دي، بس انا كنت برا البيت فما لحقتش نغسل المواعين. بس كده بعد ما خلصت المواعين ونشرت الغسيل، طلعت فوق كده حميت الفرن، ولعت النار. واهم حاجه انتوا الجماعه اللي عندهم الفرن زي كده عارفين اهميه التقليب في النار كده من جوه، ان انت بتوزع النار على الفرن من تحت تبقى متساويه معاكي وما فيش دخنه بتطلع، لان انت اي حاجه حطيتيها في الفرن بتاكلها النار فما فيش دخنه تطلع معاك في العيش. بص كده انا حميت الفرن بالتبن، تبن ملوخيه. بص اهو، شفت النار كده طالع من جوه ازاي؟ شايف الدخانه ده كله ده هيطلع يمشي دلوقتي، هتهدى الفرن وتهدى الدخنه دي كلها وراح تروق الفرن وتبقى زي الفل. هنرص العيش بعد كده، بصي تختبرها زي ان هي سخنت، تحط شويه رده كده، لا اول ما تمسك فيها النار نعرف ان الفرن ايه سخنه خالص كده تمام معانا. نجيب الفواده قماشه كده مبلوله بشويه ميه ونمسح الفرن من جوه كده، نمسح البلاطه بتاعه الفرن كويس. اهم حاجه تمسحيها كويس عشان العيش ما يطلعش معاكي من تحت في صماد بتاع الفرن. والفوادة بتاعتي باظت كده، عايزة واحدة جديدة، هنعمل لي واحدة جديدة ان شاء الله قريب. حطيت شوية ردة تاني ولعت، فهي سخنة فما ينفعش نحط فيها العيش، فنفوت تاني لحد لما زبطت معايا كده. هنحط ادي العيش، حطيت العيش، قفلت الكاميرا عشان نعرف نرص العيش. وبعد كده اهو العيش في الفرن، شايفين ازاي
كده كان استوى معانا. الرغيف اللي كان بيبقى جنب ابيض فيه وجنب احمر كنت بنغير مكانه. بص كده، بسم الله ما شاء الله، العيش طالع تحفة كده، تحفة فنية. بص تخبطي على العيش كده هتلاقيه بيطبل معاك، اعرف ان هو استوى. بقى خفيف مش تقيل، هتعرف ان العيش معاكي كده استوى والناس في الفرن وبقى تمام. ايه رايكم في العيش بتاعنا يا جماعه؟ العيش الصعيدي كده حاجه فاخر من الاخر. احلى عيش ممكن تاكليه، لا تقولي عيش شامي ولا تقولي عيش مصري، لا العيش الصعيدي يغلب الكل طبعا. حاجه كده زي الكيكه. بسم الله تبارك الله، العيش بتاعي تحفه تحفه يا جماعه. شايفين ازاي لونه مظبوط ومستوي ومفيش رغيف ني كده. بصي بصي من تحت زي من فوق كده. بعد ما خلصت العيش كده عملت لهم غدا كده خفيف، بطاطس وجبنه بطماطم وبيض وخيار وفول ومخلل، حاجه كده حلوه كده وخفيفه. وان شاء الله نشوفكم على فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.